في الاحداث اللي فاتت معانا كنا شفنا لما بطلنا فانج وافق ان وو تكون معلمته مقابل حبوب اللي تشيل اللي هياخدها ببلاش، بس بالرغم من كده فانج كان قلقان جدا من انضمامه لوو لانه كان عارف ان نص الطلاب اللي عندها بيموتوا دايما. وبعد كده هو كان راح مع فو بقى عشان يحصلوا على النقاط بتاعتهم، وكان عارف ان النقاط دي زي الفلوس ويقدر يعمل بيها اي حاجه. وفي الاخر فانج كان رجع للبيت، ولما اقتنع ان هو يعتبر اضعف من فنانين القتال كان قرر انه لازم يخترق للمستوى، وعشان كده فهو كان راح لعند وو وطلب منها ان هو يخترق للمستوى دلوقتي. وما كانش عندها اي مشكله، بل بالعكس قالت له ان الوقت ده هو الوقت المناسب، وفهمته كمان شويه حاجات عن الاختراق. ولكنها كانت تفاجئت وفضلت تضحك لما عرفت ان فانج جايب معاه حبوب عشان يضمن ان هو يخترق للمستوى. وكانت قالت له في الاخر على فكره انت مش محتاج الحبوب دي ابدا لانك هتقدر تخترق للمستوى بسهوله من غيرها. بيرد فانج عليها بقى وبيقول لها انا جبت الحبوب بس عشان دايما بحب اكون مستعد، ولكن بيبقى اللي في باله ان هو اصلا مش عاوز يخاطر ولو بنسبه 1% انه ممكن يفشل في الاختراق. بترجع وتكلمه تاني وبتقول له انا لاحظت تصليبك لاطرافك السفليه، وبتفهمه ان هو لازم يصلب الاورده الرئيسيه برضه وبعدها يتعمق اكتر، ولكن بتحذره من العشوائيه في الموضوع ده لان بسببها ممكن حرفيا يتشل. بيسمع فانج كلامها وبيقعد يركز وبيجمع اللي تشيه وبيبدا ان هو يحقنهم في الاورده الرئيسيه. اما وو فهي بتكون لسه بص عليه وبتقول على فانج ان هو مستحيل يكون محتاج لاي حبوب، لكن في اللحظه دي فانج بياخد حبايه بقى، وده اللي بيخلي وو تتفاجئ ان هو لسه خايف لحد دلوقتي، بس بتعترف برضه ان هو عبقري. بعدها بتبدا تتذكر طلابها واللي بيكونوا مخيمين وبيلعبوا سوا، وبتفتكر المشهد اللي حصل من حدوث الانفجار وموت الطلاب، وبرضه بتتذكر صورتها معاهم. وغير كل ده فاكتر حاجه بتتذكرها بقى هو احساسها بالموت بعد ما الطلاب كلهم ماتوا. بس بعد كده وو يعني بتفوق لنفسها وبتقول انا ما ينفعش اظهر المشاعر دي ابدا قدام فانج. في الاثناء دي فانج بنشوف ان بتخرج منه طاقه كبيره جدا واللي بتبقى مدهشه، وهنا نقط اللي تشي والعقل بيقلوا جامد، لكن في نفس الوقت الحد الادنى ليهم بيزيد. بعدها بقى فانج بيفتح عينه واخيرا بتجيله رساله ان هو دلوقتي بقى فنان قتالي من المستوى الاول. بيبص فانج لنفسه وهو مبسوط ومش بيكون مصدق انه اخيرا قدر ينجح في الاختراق. بيتكلم فانج مع وو لما بيخلص وبيعرفها انه اخترق، فبترد وو عليه وبتقول له ان دي حاجه طبيعيه بالنسبه له لانه اصلا مصلب عظمه 3 مرات. وبعدها بتطلب منه ان هو يجدد اللي تشيل اللي فقدها عشان تشوف تطوره عامل ازاي. بيوافق فانج على كده وبياخد حبايه فعلا، وبيتفاجئ ان اللي تشي زاد 40 نقطه بس، فبيفهم ان هو شكله هيحتاج ثروه كتير لانه مش هيقدر يعتمد على الحبوب بس لوحدها. على الجهه التانيه بقى وو بتكون متفاجئه بسرعه استعاده فانج للي تشي، ومش بتبقى فاهمه اذا كان ده بسبب قوه امتصاصه الكبيره للحبوب ولا بسبب تصليب عظمه 3 مرات. وبعدها بتقول لفانج انا هسيبك ترتاح النهارده لحد ما تتعود على كميه اللي تشي الجديده، وبتطلب منه برضه يستنى بس لحد يوم السبت الجاي عشان يتقابلوا في الصاله الرياضيه. بيوافق فانج وبيكون مبسوط جدا لان كده المرحله الجايه بالنسبه له فهيبدا فيها يتعلم مهارات. وبعد شويه من الوقت فانج بيقابل فوه واللي بيقول له انا مندهش جدا منك لانك قدرت تخترق بعد يومين بس من الدراسه. بيرد فانج عليه وبيقول له الموضوع ده كان سهل جدا بالنسبه لي بسبب تصليب العظمي. بيستغرب فوه وبيقول لفانج طب انت شكلك كده مهكر اللي تشي، بس فانج بيفضل يضحك وبيقول له انت مفكرنا في لعبه ولا ايه. بيرجع فوه يكلمه وبيقول له بمناسبه اللي حصل ده فانت لازم بقى تعزمني النهارده. بيفكر فانج شويه وبيقول له طالما انت عايزني اعزمك فانت اكيد هتطلب حاجه غاليه، لكن بيقول له انت ممكن تطلب براحتك عادي. وفعلا بعد كده فانج بيروح للمطعم، لكن هناك بيبقى منصدم جدا من الاسعار اللي موجوده، وبيقول هي الفراخ اللي هنا بتمارس الفنون القتاليه ولا ايه عشان تكون بالسعر ده. بيرد فوه عليه وبيقول له ان المطعم هنا كويس جدا لانه مشبع بحبوب اللي تشي وعشان كده سعره اصلا يعتبر رخيص. بينصدم فانج لما بيلاقي فوه شايف السعر رخيص كده وبيساله اذا كان من الاغنياء ولا ايه. بيرد فوه عليه وبيقول له احنا مش اغنياء قوي وكمان انا مش باكل الاكل ده كتير يعتبر، بس دلوقتي بقى فانا مستعد اطلب بقلب جامد عشان انت اساسا اللي عازمني. فانج بيكون معترض على الموضوع ده وبيفضل يترجى بس ما يطلبش كتير. في الاثناء دي بنلاقي في طلاب كبار بيسلموا على فانج وبيسالوه اذا كان ليه علاقه بوانج ولا لا. بيفهم فانج الموضوع وبيقول لهم ايوه فعلا انا ليا علاقه بوانج، وبيعرفهم انهم لو عاوزين ينتقموا من وانج يروحوا له هو. وبيقول برضه ان المعلمه بتاعته تبقى هي وو، وعشان كده لازم يفكروا كويس قبل ما يعملوا اي حاجه. وبيزود ان هم من المستوى التاني في حين ان هو من المستوى الاول وما ينفعش يتقاتلوا، ده غير كمان ان كده كده القتال في الجامعه اساسا شيء ممنوع. بيرد واحد من الطلاب دول على فانج وبيقول له انت شكلك كده تستاهل لقب ملك الابطال الجداد، ولكن بيطلب منه ان هو برضه لازم يدفع شويه من دين وانج اللي كان عمله. بيرد فانج عليه وبيقول له انا حتى لو دفعت لكم فانا
متاكد ان انتوا هتفضلوا تعملوا مشاكل معايا. بس ساعتها في واحد تاني بيتدخل وبيقول له احنا مش عاوزين مشاكل ابدا، لكن طبيعي ان الطلاب الكبار يرحبوا دايما بالطلاب الجداد ويعرفوهم مكانتهم. بعدها في واحد غيرهم بيجي وبيقول لفانج على فكره انت اتشهرت جامد وللسبب ده فانت اكتر شخص لازم تكون عارف مكانتك كويس. بيرجع اول شخص يتكلم تاني وبيقول لفانج احنا هنديلك شهر تتدرب وبعدها انت هتقاتل واحد من المستوى الاول. بيرد فانج عليه وبيساله اذا كان القتال اللي يقصده ده هيكون لحد الموت ولا ايه. بس الشخص التاني ده بيجاوبه وبيقول له احنا مش هنوصل للمرحله دي لاننا نعتبر زمايل في الجامعه برضه، لكن الشيء اللي لازم تكون فاهمه ان اكيد هيكون في اصابات كبيره. بيكمل كلامه وبيقول ان مقاتل في قمه المستوى الاول ضد فانج صاحب التصليب الثلاثي اعتقد ان ده مش هيكون صلب كبير، وبيسال فانج عن رايه في الموضوع. بيرد فانج عليه وبيقول له انا مش فارق معايا واعمل اللي انت عايزه. فالشخص التاني ده بيقول له تمام يبقى كمل اكل دلوقتي وهنتقابل بعد شهر. بيزعق فول فانج هنا وبيقول له على فكره انت لو كنت تجاهلت العيال دي ما كانش حصل اي حاجه. بس فانج بيرد عليه وبيقول له انا عملت كده عشان نفسي اصلا اجرب احساس المقاتل الحقيقي والمعارك الدمويه اللي بيدخلها. بيتغير المشهد معانا بعد كده بقى عند صاله التدريب، ودي فانج بيخش فيها وهناك بيحس بوجود شخص تاني في المكان، فبيبص فعلا وبيشوف شومي موجوده وبيفتكر ان دي تبقى صاحبته اللي اختارت وو تكون معلمه ليها برضه، وبيقول لنفسه انا كنت مفكر الدرس ده حصري ليا لكن طلع في حد معايا. بعد كده فانج بيروح وبيسلم على شومي وبيعرفها بنفسه، وكذلك برضه شومي بتسلم عليه وبتعرفه بنفسها. وبمرور الوقت فانج وشومي بيفضلوا واقفين وهم مستنيين. فانج هنا بيكون متضايق ومش عارف يقول ايه وبيبقى محروق جدا من تاخير وو عليهم. بس في الاثناء دي بنلاقي شومي بتطلب من فانج ان هو يسيب ايدها حالا، فبيستوعب فانج وهو سرحان وبسرعه بيسيب ايديها وبيعتذر. بعد كده شومي بتروح سألاه وبتقول له هو انت حقك كان تم اجبارك على قتال طلاب قدام ولا ايه؟ بيرد فانج عليها وبيقول لها لا ما تمش اجباري بس انا اللي وافقت مش اكتر. بتحاول شومي تفهمه وبتقول له انت حتى لو كنت اقوى واحد في الطلاب الجداد كلهم فانت مستحيل تكون خصم للطلاب القدامى دول من قمه المستوى الاول. بيرد فانج عليها وبيقول لها خلينا نستنى لما وقتها يجي بس ونشوف ايه اللي هيحصل بالظبط. بتتفاجئ شومي من ردة فعل فانج دي وبتقول لنفسها هو ازاي مش قلقان خالص. وفي الوقت ده وبتوصل بقى اخيرا وبتقول ان هي مبسوطه جدا عشان فانج وشومي تساجموا مع بعض. الاتنين ساعتها بيرحبوا بيها وبعدها وبتقول لفانج انا سمعت كل حاجه وطالما انت قابلت التحدي فلازم انك تكون قده. وبتكمل وبتقول له انا كنت فاكراك خايف على نفسك لما جيت لي هنا لكنك طلعت عادي زي الكل وشجاع. بيرد فانج عليها وبيقول لها انا وخصمي نعتبر من نفس المستوى وعشان كده فالاحسن ان انا اواجه بدل ما اتعرض للتنمر دايما. بترد على كلامه ده وبتقول له كلامك ممكن يكون صح فعلا. وبعدها بتخش في الموضوع وبتقول لهم انا جبتكم هنا بعد ما بقيتوا خلاص فنانين قتال، وبتعرفهم انهم لازم يستعدوا لساحات القتال بقى ويفهموا انهم هيحتاجوا يقتلوا اعدائهم عشان يعيشوا. وبسرعه وبدون سابق انذار هي بترفع رجلها وبتقوم جاي مهاجمه على خشبه بقوه كبيره جدا وبتخرمها. شومي وفانج بيتفاجئوا من اللي حصل ده، ولما فانج بيستوعب بيقول ان دي كانت مجرد ركله عاديه بس لكنها عملت كل ده في عمود خشبي صلب. في الوقت ده وبترجع تتكلم وبتقول لهم ان دي تبقى الركله الثاقبه، وبتشرح ان فكره الركله هي تجميع التشيب الكامل في نقطه واحده بس، وبتعرفهم ان بعد ما يقوموا بالتكثيف فلازم يستهدفوا منطقه حيويه في الخصم عشان يقتلوه بهجوم واحد. في الاثناء دي شومي بتكون قلقانه وبتسال لو كانت المهاره دي مخصصه للقتل ولا ايه. بترد عليها وبتقول ان دي تبقى مهاره قتال وهدفها الاساسي فعلا هو القتل. وبتعرفها هي وفانج انهم دلوقتي مقاتلين وهيفضلوا يكافحوا في حياتهم دايما لحد الموت، لان من الطبيعي ان كل القتالات في حياتهم هتكون عباره عن قتالات حياه او موت. بتوجه كلامها حتى لفانج اكتر وبتقول له لازم تكون عارف ان في يوم من الايام ممكن تواجه فانج وعشان كده انت لازم تهزمه وممكن حتى تضطر تقتله. وبعدها بتطلب من فانج ان هو يخلي التحدي اللي بعد شهر ده عباره عن تدريب ليه، وبتوعده ان هو لو فاز في التحدي فهتقدم له هديه كبيره جدا. بعد شويه فانج بيجرب المهاره دي وبياخد نفس عميق وساعتها بتقول له انت مش سيء ابدا. بيتكلم فانج وبيقول ان المهاره بسيطه لانها بتعتمد على التجميع والتكثيف وبعدها التفجير. على الجهه التانيه شومي بتكون متضايقه وبتسال لو كانت غبيه ولا ايه لانها مش عارفه حتى تجمع التشي بتاعتها. بس فانج بيرد عليها وبيقول لها انت مش غبيه ولا حاجه لكن بس انا اللي ذكي مش اكتر. بتتعصب شومي جامد جدا من الكلمتين دول وبتحدفه بالجزمه على طول لكن فانج بيقدر ان هو يتفاداها، فبتقوم جاي شومي مزعقه اكتر واكتر وبتقرر انها لازم تتعلم المهاره. بتحاول وون هي تهدي شومي وبتقول لها ما تضايقيش نفسك لان فانج فعلا يعتبر مختلف عن الجميع، وبتطلب منها ان هي تركز اكتر وتحاول تنظم نفسها. بس بتسمع شومي كلامها ده وهي متحمسه فبتقف في مكانها وبتبدا تجرب انها تجمع التشي. فانج هنا بيكون بيبص عليها وبيقول لنفسه انا كان قصدي اواسيها اصلا من الاول مش هضايقها. في الوقت ده وبترجع تكلم فانج وبتطلب منه يكرر المهاره بتاعته تاني عشان تعرف غلطه فين. بيوافق فانج وبيجمع التشي فعلا في رجله وبعدها بيكثفها، ومن ساعتها
وساعتها بنلاقي الطاقه بتبان في رجله وبعدها بيقوم جاي مستخدم الانفجار. في الاثناء دي وبتتخض جامد جدا وبتقول لفانج على فكره انت غبي لاني قلت لك تكرر الركله مش تخبط الخشبه شبه ما انت عملت. فانج فعلا بيكون غبي لان رجله بتوجعه جامد وبتطلب من شومي ان هي ما تكونش متهوره زي فانج. وبعد كده بتنهي الموضوع بقى وبتقول ان الدرس خلص خلاص وبتطلب منهم يتدربوا على المهاره دي لحد بكره. بيوقفها فانج قبل ما تمشي وبيسالها عن الهديه اللي هتديها له لو فاز في التحدي، فبترد عليه وبتقول له انت هتعرف ده في حاله لما تفوز. وبعدها بتطلب منه ان هو يروح لقسم الموارد عشان يعمل حذاء مدبب. بيعجب فانج بالفكره وبيقول انا فعلا لو جبت حذاء مدبب واتقنت المهاره دي بشكل كامل فانا كده ممكن اقتل خصمي بركله واحده بس مش اكتر. بيمر الوقت معانا بعدها بقى وفانج بيرجع مره تانية لعند السكن وبنشوفه وهو بيتفرج على الشاشه وبيتذكر وهو بيتفرج كده انه ما كلمش اهله من ساعه ما وصل لهنا وللسبب ده فبيروح رانن عليهم وبنلاقي يوان بترد وعماله بتزعق له وبتقول له انت ليه اتاخرت جامد جدا كده في الاتصال. بيرد فانج عليها وبيقول لها انا بس كنت مشغول، لكن يوان بتقعد تعيط وبتعرفه انها فكرته انساهم خلاص. بيرد فانج عليها وبيأكد لها انه مستحيل ينسى عيلته وبعدها بيسألها على ابوهم وامهم عاملين ايه. بتجاوبه يوان وبتعرفه ان هم كويسين جدا وساعتها بنلاقي ضيف موجود بيتكلم وبيسأل اذا كان ده فانج ولا ايه. بيرد الاب باستغراب وبيتساءل ليه فانج ما اتصلش عليهم من زمان. فانج بيسمع صوت الشخص اللي اتكلم واللي هو بيكون تاني يعني، فيوان بتقول له ان هو فعلا موجود عندهم في البيت وعشان كده فانج بيطلب منها تسلم عليه وبيعرفها ان هو اخترق خلاص للمستوى الاول وبقى فنان قتالي بشكل رسمي. الاسره كلها بتتفاجأ من الموضوع ده وحتى بيفضلوا يصرخوا في التليفون. بيحاول فانج ان هو يهديهم وبيقول لهم ان دي مش مفاجأة كبيرة اساسا. وفي اللحظة دي السيد تان بيتكلم وبيقول لفانج انا ما توقعتش انك هتخترق بالسرعة دي وبيفضل يقول عليه ان هو مدهش. بيرد فانج وبيقول له بس ده شيء عادي لان بيكون اصلا في حوالي 100 طالب من الجداد قدروا ان هم يخترقوا. بيتفاجأ السيد تان اكتر واكتر وبيقول ان الجامعات الكبيرة دايما كده بتكون مدهشة. يوان هنا بتكون بتقاطع السيد تان وبتقول له ان هي عايزة ترجع تكلم فانج تاني، فبيمشي السيد تان فعلا وبياخد ابو فانج وبيقول له بما ان فانج وصل للمرحله دي فانت ما ينفعش تكون حارس امن ابدا، وبيطلب منه ان هو يروح بس لقسم الموارد البشريه ويشوف لو كان في عجز هناك. بيفكر ابو فانج وبيقول لنفسه ان القسم ده فيه سكرتاريه وكمان مساعد الرئيس واكيد ما فيش عجز ومش محتاجين اي عمال يعني، لكنه بيفهم ان هم اكيد هيوظفوه عشان خاطر فانج. وساعتها ابو فانج بقى بيشكر تاني على كل اللي بيعمله. بيمر الوقت معانا بعد كده وبنشوف فانج بقى واللي بياخد بعضه عشان يروح ويشتري جزمه جديده، وهناك هو بيوري الموظف هويته ولما الموظف بيبص وبيعرف ان فانج مش مقاتل فبيقول له ان ما ينفعش يعمل له سلاح. بس فانج بيرد عليه وبيقول له انا اخترقت من كذا يوم للمستوى الاول، لكن الموظف ده برضه بيكون مصر وبيطلب منه ان هو يروح غرفه الفحص في الدور الثاني الاول، ولما يروح لهناك بقى يبقى يجيب هويه جديده بتثبت فعلا ان هو قدر يخترق. بيوافق فانج على كده وبيروح وبيطلع لغرفه الفحص ولما بيجي يخبط بيلاقي ان يانج خارجه من الاوضه. بيتذكر وقتها ان يانج دي هي اللي كانت هجمته من ظهره، وساعتها يانج بتبص له وبتقول له انا عارفه انك تبقى ملك الطلاب الجداد اللي بتتنمر على كل البنات. وبعدها بتكمل وبتقول له انا سمعت موضوع التحدي اللي هيكون في اخر الشهر ده، وبتساله اذا كان هيتحدى برضه بنت ولا ايه. فانج بيكون شايف انها بتتكلم بطريقه غريبه فبيروح قايل لها انا ما عنديش مانع ان انا قاتل بنت عادي. وبعد كده هو بيستفزها وبيسالها اذا كانت تقصد ان البنات دايما بيكونوا اقل من الاولاد. بتتعصب يانج جامد جدا من كده وبتقول له اكيد ده مش قصدي ابدا. وبعدها هي بتضحك وبتقول لفانج انت فزت علينا بس لان ما عندناش خبره، لكن انت اكيد هتخسر التحدي الجاي. فانج ولا بيكون فارق معاه وبيقول لها انا مش قلقان ابدا من اي تحدي، وبيفهمها ان هم دلوقتي موجودين في مدينه شنغهاي واللي يعتبر مكان مليان بالموارد، وكون لسه الشخص اللي هيواجهه ده لسه في المستوى الاول لحد دلوقتي فده دليل ان هو مش موهوب او مش بيتدرب، وفي الحالتين يعني فانا مستحيل اقلق من حد عنده الشخصيه دي. بتعترض يانج على كده وبتقول له بس انت ما ينفعش تستخف بخصومك بدل ما تعاني بعدين. بيرد فانج عليها وبيقول لها انا مش بستخف باي حد ولا حتى بنفسي. يانج مش بتكون عارفه ترد تقول ايه فبتتعصب وبتمشي وبتقول له خلاص اعمل اللي انت عاوزه. وبعد كده بقى بيخش فانج معانا لغرفه الفحص وبيرحب بالمعلم اللي جوه. بيرد المعلم عليه لما بيشوفه وبيساله اذا كان من المستوى الاول ففانج بيقول له نعم. وهنا المعلم بينزل لوحه فولاذيه وبيطلب من فانج يسيب اي علامه على الفولاذ عشان يتاكدوا اذا كان من المستوى الاول فعلا. بيسألوا فانج على العلامة اللي يقصدها بالظبط، فالمعلم بيقول له ان العلامة دي ممكن تكون علامة بالعض او خدش او حتى خبطة، وللسبب ده فانج بيقرر يستخدم مهارته اللي اتعلمها جديد فبيخبط الفولاذ ركلة قوية جدا بيخلي الفولاذ ده يتصدع. المعلم بيشوف اللي حصل وبيقول لفانج انت خلاص كده اجتزت الفحص وبيديله هوية جديدة، وبيفهمه ان هو هياخد 50 نقطة كمان وان فحص المستوى التاني يبقى موجود هنا. بيبص فانج على الهوية بتاعته دي وبيروح سأله عن اختبار المستوى التالت بيبقى فين، فبيرد المعلم عليه
وبيقول له بقى تعالى اسالني السؤال ده لما تقرب بس توصل للمستوى الثالث. بيشكروا فانج في الاخر على كل اللي عمله، فالمعلم بيقول له ان ده هو واجب اتجاه اي طالب. وبعد كده المعلم بيروح يبص على العلامه وبيندهش جدا لان فانج قوي بالنسبه لاي طالب مستجد. وفي الوقت ده برضو الطلاب القدامى بيبصوا على نتيجه فانج وبيقولوا ان الهجوم بتاعه مش دقيق ويعتبر اضعف من ذروه المستوى الاول بكتير. بيرد واحد من الطلاب دول على اللي اتكلم وبيقول من الواضح كده ان فانج هيخسر التحدي طالما هو ما وصلش لذروه المستوى الاول لسه. وواحد تاني بيكمل وبيقول ان مستحيل فانج حتى يوصل للذروه دي في خلال شهر. بعدها بيمشوا من المكان وبيقرروا يطمنوا باقي اصحابهم ان خلاص فانج هيخسر بشكل مؤكد. بس في الاثناء دي المعلم بيفكر وبيقول لنفسه ان الطلاب دول اغبياء جدا، لان كده ودايما مفيش حد بيطلع كل قوته اصلا في الفحص. بس برضه بيقول عليهم ان هم اذكياء لانهم فكروا يجمعوا معلومات عن الخصم بتاعهم، لكن للاسف هم عملوا ده بطريقه غلط لان فعلا اللي تشيل ناتجه من الرقله بتاعت فانج تعتبر 200، بس في الواقع بقى اللي تشيل حقيقيه بتاعته تعتبر اكتر من 240 حتى. وفي الاخر بيفكر المعلم اكتر وبيقول ان القتال اللي هيحصل ده هيكون مثير للاهتمام. بيرجع فانج مرة تانية بقى عشان يجيب الحذاء اللي كان عايزه ده، بس ساعتها الموظف بيعرفه ان السلاح ده يعتبر سلاح خاص وهيستلمه بعد اسبوع ب 40 نقطة. فانج بينصدم من السعر لان 40 نقطة دي بتساوي في الحياة الواقعية حوالي 1,200,000، وبيقعد يفكر في ايه اللي ممكن يعمله وبيقول انا ما اتعلمتش اي اسلحة واكيد الحذاء ده هيكون مناسب ليا دلوقتي. وبعدها يعني بيطلب فانج منه ان هو يجيب له مقابض حديدية، فالموظف بيقول له ان هم موجودين دلوقتي وبياخد منه البطاقة على طول. فانج بياخدهم بشكل مباشر ومش بيكون مصدق ان المقابض دي بحوالي 10 نقط كاملين. وفي النهايه يعني هو بيخرج وبيكون زعلان لانه كده صرف 40 نقطه للحذاء وكمان 10 نقط للمقابض. وقبل ما يروح يتدرب فبيقرر ان هو يروح للي الاول عشان يشوف احوال الشركه بتاعته عامله ازاي. وفعلا بعد شويه ليه بيشوف فانج فبيسلم عليه وبيناديله بلقب المدير، لكن فانج ما بيعجبوش وبيقول له انت مش محتاج تقول لي كده تاني، فليه بيوافق. وبعدها فانج بيدي ليه علبه واللي بيكون فيها 10 حبوب تشي وبيقول له انت تقدر تبيع الحبوب دي وتستخدم فلوسهم كراس مال للشركه بتاعتنا. في الاثناء دي ليه بيقفل العلبه وبيقول لفانج اعتقد ان الاحسن انك تاخد الحبوب دي وتركز على تدريباتك اكتر، لان الشركه تعتبر شيء جانبي دلوقتي وما ينفعش تفرط في الموارد اللي انت بتتطور بيها. بيرد فانج عليه وبيعرفه ان هو خلاص اخترق وان الحبوب العاديه دي ما عادش ليها اي لازمه بالنسبه له. بيتفاجئ ليه من كده وبيسال فانج اذا كان بيتكلم بجد فعلا، ففانج بياكد له على الخبر. وهنا ليه بيقعد يفكر وبيقول لنفسه ان فانج ده عبقري وبيكون مبسوط لان دلوقتي شركتهم هتقدر تتوسع براحتها. وفجاه فانج بيحدف حاجه ليه وبينده عليه وبيطلب منه ان هو يمسكها دلوقتي. بيشقط ليه الحاجه اللي اتحدفت دي وبيسال عليها، ففانج بيرد وبيقول له دي حبايه تشي عاديه خدها لنفسك عشان تساعدك انك تكون فنان قتالي. بيفرح ليه اكتر واكتر وبسرعه بينحني لفانج وبيقول له انا هبذل كل جهدي عشان الشركه بتاعتنا. وبمرور اسبوع معانا بيروح فانج بقى لعند قسم الموارد وبيستلم اخيرا الحذاء اللي كان دفع فلوسه. ووقتها هو بيكون معجب بالحذاء ده لانه من ماده صلبه، وبالرغم من كده فبيحس بنعومه شديده لما بيجي يتحرك. ساعتها الموظف اللي واقف بيكلمه وبيقول له انت لازم تكون عارف ان كل منتجات شنغهاي تعتبر من الدرجه الاولى. وبعد كده بيطلب منه ان هو يجي معاه بقى عشان يجرب قوه الحذاء بنفسه، وبيفهمه ان كل الاسلحه اللي في الغرفه دي تعتبر من درجه قليله عشان يجرب السلاح بتاعه عليها. بيخش فانج وبينصدم من منظر المكان المتدمر واللي يعتبر ما فيهوش اي حاجه سليمه، وبيسال الموظف لو كان الدمار ده كله من تاثير الاسلحه ولا ايه. بيجرب فانج الحذاء ده عموما يعني، والموظف بيبص على اثره في قطعه الفولاذ وبيلاقي ان هو حرفيا اتخرم، وبيستنتج ان فانج يبقى قوي ولسه متعلم الركله الثاقبه قريب، ولو هو صلب عظم رجله اكتر من كده فمحدش هيصد ركلته ابدا. بعدها بيرمي الفولاذ وبيقول ان الطلاب في كل سنه بيكونوا احسن من الاول. ومن اللحظه دي المشهد بيتغير معانا وبنروح لعند صاله التدريب، وهناك الطلاب بيكونوا عمالين بيتمرنوا بكل جهدهم لحد ما بنوصل ليوم 30 ديسمبر. وفي اليوم ده شومي بتكلم فانج بعد التدريب وبتساله اذا كان التحدي اتلغى ولا ايه، بس فانج بيرد عليها وبيقول لها ان التحدي ده هيكون بكره. فبتستغرب شومي وبتقول له انت ليه ما عرفتنيش من بدري، وبعدها بتساله عن المكان والتفاصيل. بيجاوبها فانج وبيعرفها ان نادي القتال هيكون هو المسؤول عن التحدي ده، وبيفهمها برضه ان ده مش عرض ولا حاجه ومش لازم ان هي تيجي عادي. بس شومي بتاكد له ان هي هتيجي وبتقول له طالما احنا من نفس الفصل فلازم نبني علاقه كويسه مع بعض. وبعدها بتقول له انا متاكده ان لو كنت وسيمه شويه شبه اصحابي بس فانت كان زمانك بتتعامل معايا بطريقه كويسه. بيرد فانج وبيقول لها على فكره انت مش سيئه والشكل كده كده يعتبر ملوش اي لازمه. بتستغرب
بتستغرب شومي وبتساله لو كان بيتكلم بجد، ففانج بيبص لها وبيقول لها انت ملامحك فعلا تعتبر مش وحشه. بتفرح شومي جدا، لكن فانج بيصدمها وبيقول لها انت لو اهتميتي بنفسك شويه فممكن شكلك الرجولي ده يقل، وعشان كده شومي بتتعصب وبتزعق له وبتقول له انت فاكرني راجل ولا ايه. بس فانج بيحاول يهديها وبيقول لها انا ما كنتش اقصد كده خالص. في الوقت ده وو بتخش عليهم وبتطلب من شومي ان هي تروح عشان عايزه تتكلم مع فانج شويه، فبترد شومي وبتقول لها حاضر وبتنصرف. وفعلا بعدها وو بتدخل في الموضوع مع فانج وبتقول له انا عرفت ان ركلتك بقت كويسه، وبتطلب منه ان هو ينتبه وكل شيء هيكون ماشي مظبوط، وبتفهمه ان القتالات اللي بتحصل كلها تعتبر قتالات حياه او موت، وبتعرفه ان هو لو شايف نفسه هيخسر فالاحسن يستسلم. بيستغرب فانج وبيقول له وو بس انا ما عملتش اي حاجه تخلي خصومي عاوزين يقتلوني كده، لكن وو بترد وبتقول لفانج الموضوع مش كده، لان اللي ورا كل ده يبقى طالب من المستوى الثالث واللي اسمه ليو. بيتعجب فانج اكتر وبيعرف وو ان كده وانج ما هزموش ولا حاجه، فبترد وو بتقول له كلامك صح، لكن ليو ده كان عنده اخ صغير وكان يعتبر عبقري، بس للاسف هو كان تقاتل مع وانج وعظم صدره اتكسر في الاخر، ولحد دلوقتي هو محجوز في المستشفى. بتاكد له برضه ان بسبب وانج فمسيره اخو ليو تعتبر انتهت خالص كمقاتل. بيتعجب فانج شويه وبيقول لنفسه ان وانج يعتبر لطيف، لكن من الواضح كده ان هو في القتالات بيتحول لوحش. وبعدها وو بتكمل وبتدي لفانج حبايه تتشي من المستوى الثاني، وبتقول له انا مش مسؤوله لو انت اخدت الحبايه دي لان جسمك ممكن ينفجر. بينصدم فانج من اللي بيحصل وبيقول لها شكرا، وبيفهم ليه بقى الطلاب بتوع وو بيموتوا على طول كده. بيمر الوقت معانا على الحال ده لحد ما يوم 1 اكتوبر بيجي اخيرا، وفي اليوم ده اتشو رئيسة شؤون نادي القتال بتتفاجأ بوجود معلم، وبتقول ان المفروض ده يكون قتال ما بين طلاب. بيلاحظ المعلم اتشو وبيسألها لو كانت بتتكلم وحش، بس اتشو طبعا بتجيب له ورا وبتقول له انا ما اتجرأش اقول اي حاجه، وبتفهم المعلم تشانج ان ده قتال ما بين الطلاب وما ينفعش ان هو يتدخل يعني. بيتضايق المعلم تشانج شويه وبيقول ان دايما افراد نادي القتال بيكونوا مغرورين. اتشو بترجع تتكلم وبتقول له على فكره انا كلامي ده يعتبر تحذير ليك، لان اللي بيتدخل هنا فبيتعاقب. ساعتها تشانج بيتعصب جامد جدا وبيبقى نفسه ان هو يضرب تشو، بس تشو مش بتسيب له فرصه وبتقول له انت لو عندك اعتراض تقدر تقدم شكوى في الجامعه نفسها. وبعد كده تشو بتطلب من المساعده بتاعتها ان هي تخلي تشين يجي لهنا، وكمان برضه بتطلب منها تعرف رئيس نادي القتال والرئيسه ان هم يحضروا لو يعرفوا. بس في الوقت ده واثناء ما كانت تشو ماشيه فهي بتنصدم وبتقول ان هم لازم يبلغوا العميد دلوقتي. تشو هنا بتبقى متفاجئه بسبب حضور وو اللي بتكون في قمه المستوى السادس، وفي الاثناء دي وو بتتكلم مع كل اللي موجودين وبتقول لهم صباح الخير. بتتكلم وو وبتقول لها مفيش داعي انك تجيبي عميد لان ده يعتبر قتال طلاب مستوى اول، وانا كده كده نفسي مش هعمل مشاكل. وبتطمن تشو برضه ان هي موجود هنا، ولو تشانج او اي حد موجود جرب ان هو يتدخل فهي هتتصرف وهتقتلهم. على الجهه التانيه تشانج بيتعصب جامد، في حين ان تشو بتفضل واقفه ساكته ومش بتقدر تتكلم. وبعدها وو بترجع تكلم تشو وبتسالها لو كان فانج وصل، بس تشو بترد وهي ماشيه وبتقول انه لسه ما جاش. بتتضايق وو من التصرف ده وبتقول ان اعضاء نادي القتال بقوا مغرورين فعلا، وبتتساءل عن فين ممكن يكون مكان فانج. في اللحظه دي بقى الساعه معانا بتعدي 8:30، وبطلنا فانج وقتها حرفيا بيبقى في الجامعه وتايه وعمال بينهج من كتر اللف على مكان نادي القتال لانه ما يعرفوش. ساعتها الطلاب اللي في نادي القتال بيكونوا متضايقين وبيبقوا مخمنين ان شكل فانج هرب من التحدي عشان خايف، بس في الوقت المناسب فانج بيوصل اخيرا وبيعتذر عن التاخير وبيقول ان هو قاعد يدور كتير جدا على النادي هنا. وبعدها بينزل من على السلالم فتشو بتكلمه وبتساله اذا كان قبل التحدي ده بارادته. بيرد فانج عليها وبيقول لها ايه اللي ممكن يحصل لو انا قلت لك لا. في الوقت ده واحد من الطلاب القدامى بيقوم وبيزعق وبيقول ان فانج فعلا قبل التحدي بارادته. تشو بتقوم تزعق هي كمان وبتأمر الكل ان هم يخلصوا حالا ما عدا فانج، وده اللي بيخلي الطلاب يتفاجئوا برده الفعل. وبعدها تشو بتعرفهم بالقانون وبتقول ان ممنوع اقامه اي قتالات هنا من غير اتفاق الطرفين، وبتقول برضو ان دايما نادي القتال موجود عشان ينفذ كل القوانين، وبتفهم الكل انها لو عرفت ان في حد تم اجباره على القتال فلازم تاخد الاجراءات اللازمه. وبعدها بقى بتكلم فانج وبتساله تاني اذا كان وافق على التحدي ده بارادته ولا لا. بيرد فانج عليها وبيقول ان هو فعلا قبل التحدي ده بكل ارادته. فبتفكر تشو شويه وبتقول له بسبب كونك طالب جديد فانا ممكن احط لك شويه شروط معقوله. فانج بيستغرب من حوار الشروط اللي ممكن يحطها ده لكنه بيستغلها يعني، وبيطلب في الشروط بتاعته ان ما يتمش استخدام اسلحه بيضاء ابدا عشان ما حدش يتاذى، وبرضه بيطلب ان هو ياخد من كل واحد هيتحداه حبايه تشي تكون من الدرجه الثانيه. ولسه بيكون هيكمل كلامه لكن تشو اصلا بتقاطعه وبتسال خصوم فانج عن رايهم في الشروط دي. فانج بيتعصب وبيقول ان هو لسه ما خلصش كلامه. اما ليو فهو بيكون بيفكر شويه وبيقول احنا ممكن نديله 4 حبوب لكنهم هيكونوا من المستوى الاول بس. بينتبه فانج ليو وبيعرف ان ده يبقى هو صاحب المستوى الثالث اللي كان سمع عنه. وبعد كده بقى اول خصم الفانج بيدخل معانا، ولما فانج يشوفه بيقول انهم يقدروا يبداوا التحدي دلوقتي.
دلوقتي. بيتكلم خصم فانج ده وبيسأله عن اسمه، بس فانج بيرد عليه وبيقول له انا عارف ان انت يبقى اسمك تشين من الصف الثالث، وبيعرفه ان هو لسه طالب جديد هنا وما عملوش اي حاجه، فعشان كده بيروح سأله عن سبب رغبته في قتاله دلوقتي. تشين بيكون متعصب وفانج بيروح سأله لو كان وانج ضربه قبل كده ولا ايه، وبيعرفه ان هو يعتبر يعني مش في نفس قوه وانج ابدا، وما يعتبرش حتى بديل ليه لو كان فاكر. في الاثناء دي وبتحس ان فانج خايف، فبتزعق له وبتطلب منه ان هو يقبل القتال او يعترف بالهزيمه وخلاص. الطلاب اللي موجودين بيكونوا حتى متضايقين وبيقعدوا يقولوا على فانج ان هو بيضيع الوقت، بس في النهايه وبشكل غريب بطلنا فانج بيتكلم وبيقول انا دلوقتي بستسلم. شين مش بيكون مصدق وبيسأل فانج لو كان فعلا بيتكلم بجد، ففانج بيرد عليه وبيقول له انت في قمة المستوى الاول في حين ان انا لسه مخترق المستوى قريب، والاحسن فعلا هو الاستسلام. بترد تشو على فانج في حوار الاستسلام ده وبتقول له انت تقدر تستسلم عادي، لكنك لازم برضه تفكر في سمعتك كمقاتل. بيرد فانج عليها وبيقول لها بس هم برضه ممكن يستغلوا فرق القوة اللي ما بيننا ويقتلوني، وبيعرف الكل ان الهزيمة في الاول والاخر تعتبر احسن من الموت. في اللحظة دي تشين بيكون مستغرب وبيقول لفانج انت عاوز توصل لايه بالظبط، ففانج بيجاوبه وبيسأله اذا كانوا فعلا عاوزين يقتلوه ولا لا. بيرد تشين وبيقول له هو فعلا في كتير جدا بيموتوا في قتالات زي دي، لكن محدش هنا عاوز يقتلك يعني. بيرد فانج وبيرتاح شويه وبيقول له تمام انا كده اطمنت، وبيكمل ان من صغره ومن زمان وهو بيخاف من القتل، لكن الفتره دي وانج وو هم اللي قاعدين يشجعوه على القتال لانه بقى فنان قتالي. وبتتعصب جدا من طريقه فانج دي في حين ان الطلاب كلهم بيعملوا قلق وبيطلبوا من فانج ان هو يخلص بقى لانه شكله ضعيف اساسا. بيكمل فانج كلامه وبيقول له كل اللي موجودين انا اول مره اقابلكم هنا، وبيعرفهم ان ملوش اي ذنب في اللي حصل لهم من وانج، وبيقول لهم انا حتى عمري في حياتي ما ضايقت اي حد من اللي هنا. في الاثناء دي تشين بيكون خلاص زهق جدا، فبيسال فانج اذا كان هيقاتل ولا هيفضل يتكلم بس زي ما هو. بيرد فانج عليه وبيقول له انا متاكد ان انا لو استسلمت فانتوا برضه مش هتسيبوني ابدا، وعشان الامور تخلص بقى وبسبب ان تشو كانت زهقت من كل الحوارات دي فبتؤمر ببدايه القتال. وبمجرد ما بيبدا فانج ما بيستناش وبينطلق بسرعه بركله قويه جدا، ودي اللي بتفاجئ تشين، لكنه يعني في الاخر بيكون رفع ايده لصد الهجوم وبيقول انا صلبت نص اللي فوق وعشان كده هجوم فانج مش هيأثر فيا. بس المفاجأة بقى اننا بنلاقي ركلة فانج دي بتقدر انها تخترق ايده حرفيا. بيشتم تشين فانج لما ده بيحصل وبيقوم جاي مهاجم عليه، وساعتها فانج بيكون جاهز وبيتراجع لورا وبيقوم جاي مجمع اللي تشي في ايده، وعلى طول ما بيستناش كتير وبيهجم بيهم برضه. بس تشين بيقدر ان هو يصد الهجوم ده، لكنه بيتألم جدا بسبب مقابض فانج الحديدية اللي هو مركبها. بيتعصب تشين جامد وبيقوم جاي مجمع قوة اللي تشي بتاعته في ايده وبينده على فانج وهو بيهجم عليه بكل قوته. في اللحظة دي فانج دايما بيكون جاهز فبيوطي وبيتفادى الهجوم، وكمان بيستغل الفرصة وبيهاجم بركلته. تشين بيشوف رجل فانج جاية فبيجمع اللي تشي بتاعته في ايده وبيقول انا لو مسكت رجل فانج اكيد هقتله على طول، لكننا بنكتشف ان الهجوم اللي فانج بيعمله ده بيبقى تمويه بس مش اكتر. وبسرعة فانج بينزل رجله اللي كان بيهجم بيها وبيهجم برجله التانية واللي بيخبطها في راس تشين بقوة كبيرة، وبالشكل ده فهو بيخترق راس تشين وبيخليه ينزف وحرفيا بيقع على الارض ميت. وفي الاخر فانج بيفضل باصص له وهو حزين. شومي ويانج بينصدموا جامد جدا من اللي حصل وان فانج قتل خصمه كده على طول، وليو واصحابه على الجهه التانيه بيكونوا متضايقين قوي برضه من اللي حصل. اما فانج فهو بيبص على الطالب اللي قتله وبيتاسف له وبيبدا يتذكر في اسرته، وبيقول لنفسه انا كنت خايف بس من الموت، وبعدها بيزعق وبيقول للكل انا ما كنتش عاوز اقتله اساسا. في الاثناء دي ليو بيرد عليه وبيقول له على فكره ده طبيعي، واي حد بيخش حلبة القتال بيكون مسؤول عن حياته وبيبقى متوقع الموت. بيرد فانج وبيقول اكيد ده حصل لي عشان انا مستجد، وبيقول لهم يكملوا التحدي. بيستغرب ليو وبيسال فانج اذا كان مش عاوز يرتاح ولا ايه، فبيرد فانج وبيقول له انا مستعجل بس عشان هحجز تذاكر بعد الظهر. في الاثناء دي الخصم التاني بقى بينط في الحلبة وبيعرف فانج ان هو كان شجاع قوي وكمان بيعرفه بنفسه، وبعدها بيقول له وانج قبل كده كان كسر لي نص ضلوعي، ولاني مش من عيله كبيره فبسبب كده مستحيل ان انا اتطور عن المستوى الاول، ولاني مش قادر انتقم من وانج نفسه فانا ما لقيتش غيرك انت عشان انتقم من وانج فيه. بيكمل كلامه وبيقول له ما تقلقش انا كده كده ما عنديش اصحاب، فلو انت قتلتني محدش هيحاول اصلا ينتقم ليا. بيرد فانج عليه وبيقول له انا زيك برضه لو انت قتلتني فوانج اللي انتوا بتنتقموا عشانه ده عمره ما هينتقم لي حتى. في الاثناء دي بقى تشوب تؤمر ببدايه القتال على طول، فبسرعه اللي اسمه تشانج بيكون متحمس وبيقوم جاي مهاجم بلكمه قويه، لكن فانج بيقدر ان هو يتفاداها. تشانج ما بيقفش على كده وبيفضل يهجم بلكمات متتاليه في حين ان فانج بيفضل يتصدى للهجمات دي بصعوبه. في الوقت ده شومي بتكون شايفه شراسه كبيره جدا فبتسال صاحبتها لو كانت شايفه ان حد هيموت في القتال. بترد صاحبتها عليها وبتقول لها بالمنظر ده فاكيد فعلا في حد هيموت. نرجع مره تانية بقى للي اسمه تشانج واللي بيقول انا هفضل اتعب فانج كده لحد ما اللي تشي بتاعته تخلص عشان اقتله في الاخر بسهوله. فانج هنا بيكون لسه عمال بيتصدى للهجمات لكنه فعلا بيتعب زي ما تشانج عايز، وعشان كده فتشانج بينبسط
بيتبسط وبيتحمس اكتر وبيكمل هجمات، وبيتساءل فانج ممكن يصمد لحد امتى. في الاثناء دي بنلاقي المعلم وطالبه بيتكلموا وبيقولوا ان فانج خلاص هيخسر والسبب هو قله التشي اللي عنده. شومي بتكون شايفه كده برضه وبتقول ان فانج لازم ياخد حبايه تشي حالا، وو كذلك بتكون فاهمه اللي حصل وبتقول ان تشانج ضاغط على فانج دلوقتي لدرجه ان فانج حتى مش عارف ياخد الحبايه نفسها. تشانج فعلا بيكون ضاغط على فانج وبنشوفه وهو بيجري باقصى سرعته عليه وبيساله اذا كان خلاص ما عادش قادر يقاوم ولا ايه، وفي النهايه بيبتسم وبيقول انا اخيرا هاخد انتقامي من وانج، وهنا بيهجم على فانج بلقمه قويه جدا عشان يقتله. في الوقت ده فانج بيكون استخدم 140 ألف ثروة عشان يستعيد كل اللي تشي اللي كان ناقصها. تشانج بيتفاجأ جدا من ان ده حصل وان فانج استعاد طاقته بالكامل، وهنا بقى فانج بيقوم جاي مهاجم عليه بالركلة الثاقبة في وشه وبيخترق راسه. بياخد تشانج الضربة دي، واثناء ما كان بيفقد وعيه قبل ما يموت بيقعد يتساءل ازاي فانج قدر يستعيد كل اللي تشي بالسرعة دي كده، وبعدها بيقع على الارض ميت هو كمان، وعشان كده ليو بينصدم، والمعلم تشانج بيتساءل ازاي فانج استعاد اللي تشي بتاعته دي بعد ما استهلكها كلها، وبتكون مستغربة برضه وبتخمن ان اكيد فانج خد الحباية لكن مش بتبقى عارفة هو اخدها امتى بالظبط. اما فانج بقى فده بيفضل في مكانه بكل ثقة وبيطلب من خصومه ان هم يكملوا في التحدي.